السلام عليكم اخويا وهيب. طريق السلامه هذه ماشي صدفه، المهم شاء القدر نتلاقاو ونفتتحوا بك هذه الرحله ديالك هذه طريق السلامه. والله يوفقك وسلم على كاع البليين اللي غتلقاهم في الطريق. مرة أخرى صباح الخير عليكم، صباح الأدرينالين. توحشنا صراحة الطريق مدة طويلة هذه باش ما بقيناش مازال تحركنا. بصحتكم تهلاو ليا في الشباب. كلشي ناشط. اليوم الحد، هاد الرحلة إن شاء الله غادي تكون سبيسيال حيت كلشي فيها سبيسيال. أول حاجة هذه أول رحلة في 2019 وأول رحلة في موسم ديال الربيع، حيت الرحلات كاملين اللي كانوا من قبل كانوا في الصيف. واول رحله ما غنكونش فيها بوحدي، غنكون انا واحد الصديق لي اول مره اول مره غادي نتلاقاه. المهم الصداقه ديالنا حدا فيسبوك، اليوم ان شاء الله غادي تحط في الفيرتويال، غادي نتلاقاه ان شاء الله في بدايه ملال، وهذيك الساعه غادي نكملوا الطريق اونصوبل. المهم نتمناو ان كلشي يدوز بخير. دابا انا في الطريق كريفله، ضروري ندوز نسلم. ما تصوروش شحال كنحب هاد المنطقه وهاد البلاصه. دابا عرفتي الناس اللي كيشوفوا الكاميرا ما يقدروش يكلاكسونيو عليك. عرفتي شنو دابا المشكله؟ عندنا واحد الازمه ديال الاخلاق، والله ازمه اخلاق. كيكون واحد يسوق الطوموبيل وانت شاد غادي يعني في الطريق ديالك قانوني، نورمالمون خاصو يخليك واحد المترو ولا مترو ونص ديال الديستانس بينك وبينو، وكيبقى يكلاكسوني عليك زعما حيد انا خاصني ندوز، فهمتي؟ حيت انت عندك مشكليطه. المهم دابا ملي كيشوف الكاميرا كيولي مؤدب بحال كيشوف الجندارم. على الحساب خاصنا ديما نبقاو دايرين كاميرا وغادي باش نبقاو غاديين ترونكيل. يلا على بركة الله نبداو وبسم الله. ودابا غنبدا في اول عقبه، اول طلعه في الطراجي هذا. العقبه هذه اللي كنديرها ديما وانا هابط، هذه اول مره. قلت لك هذه الخرجه هذه فيها كلشي اول مره غنديرها وانا طالع. عرفتي شكون مسافر معايا؟ غادي معايا واحد الحيوان لطيف ظريف، بقيتو في وسط الطريق كانت غندوز عليه شي طوموبيل حيدتو غنديه معايا. الا شفت راسي غنبقى مديرونجي به غنحطو في شي بلاصه انا نوريه لكم. صافي مشيتي صراحه بغيت نديه معايا نتوانس به في الطريق، ولكن ما عنديش شي بلاصه اللي يبقى فيها ستابل، كيبقى يتحرك بزاف. خرج من هذيك البلاصه فين حطيتو ودخل في وسط الرويضه وخفت عليه لا يمشي يموت يكون هذا السبب ديالو. الله يبارك. سلامة. في الحقيقة تفاجأت بهذا الجو، كنت كنظن اليوم غيكون البرد بزاف. كنت لابس لي غون حيدتهم، كنت داير جاكيطات هي حيدتها. دابا الجو تقريبا بحال ديال الصيف مشمش. مازال كملت هاد العقبة هادي ما بقاش بزاف، ميم با واحد نص كيلو ولا كيلو تقريبا، والطريق من بعد كتبقى مقاده الى لقى واحد الطريق عاوتاني فيها العصاره ان شاء الله. المهم الامور حتى الساعه كلشي بخير، حنا غاديين كنتمتعوا بالطبيعه وزقزقه العصافير. الحمد لله كملت هاد الطلعه. دابا غنشوف شي بلاصه تكون مظله ونجلس فيها نصايب الماكله ديالي. يلا جاي كندير بعير تقاوش، عندي هنا التمر واللوز وواحد الحلوه عطاتها ليا الوالده الصباح. شويه الفقاص وشويه ديال هادشي تعجناش. ما بقى عندها حتى شي شكل. غنشوف معايا. ويا سلام على هبطه. قبيله كنت هابط بحال هكا ويطير ليا الكاسكيطه، بغيت نرجع ناخذها غندير واحد العرقله خايبه. جايه طوموبيله من هنا وطوموبيله طالعه مشكله. بسم الله. انا دابا قربت الرماني وغنخلي الرماني على يدي اليسار. هذاك عرفتي ملي شي واحد كيبغي يوريك الطراجي كيكون عرفتي هذوك الناس الكبار اللي كيبغي يوريك شي طريق كيبدا يقول لك غنخليها على يدك اليسار ودور على يدك اليمين وغادي تمشي ليشان وغتلقى زحيليكا. المهم ما بقاش بزاف، تقريبا شي 50 كيلومتر. المهم 50 كيلومتر ماشي بزاف باش نوصل لزحيليكا. هذيك الساعه نتزحلقو.
شوف معايا واحد المنظر كيألم الصراحه. هاد النعجه هادي ضربات واحد الطوموبيل وهربات، حيت هي نعجه، حيت هي ماشي بشر. ربما كون كان بشر غادي حتى هو يهرب. الحمد لله اننا كنقدروا نكملوا الطراجي ديالنا بسلام، والا راه الطريق راه صعيبه بزاف. هاي دابا كيبان لي انها كتحتضر، ماشي بعيد تموت. شنو تقول دابا اللي ضرب النعجه وهرب؟ شنو تقول لي؟ من الله ياخذ يلاحق. دابا ضيعك فيها ياك، غتخليها هنا حتى تموت. شو مالي والله العظيم. هذيك هي مدينه السحيليكه اللي ما بقاش لها بزاف دابا حنا في الدخله ديالها. وكيف ما كتشوف معايا باقي النهار، يعني تقريبا باقا ساعه باش تغرب الشمس، وما محتاج صراحه ما محتاج حتى شي حاجه من المدينه. يعني غادي غندوز عليها نيشان وغنكمل الطريق ديالي نفوتها، وفين ما شدني الغروب الشمس نبات ندير لاطون ديالي ونعس. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا مزيانين؟ هذا ثاني يوم من هذه الرحله هذه. البارح قطعت 125 كيلومتر، باقي لي دابا 120 كيلومتر اخرى باش نوصل لمدينه بني ملال، ثم نتلاقى ان شاء الله بالصديق ونقدروا نكملوا الطريق مجموعين. الحمد لله الليله ديال البارح دوزتها بخير، خاصه ملي كتكون دوزتي درتي واحد المجهود بدني في النهار ديالك، فبالليل كطيح كي او. وهذه نصيحه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الارق، نصيحه حاولوا ديروا واحد المجهود بدني في النهار ديالكم، وانا نضمن لكم انكم بالليل غتنعسوا مرتاحين. المهم دابا هذا كنفطر، هذا الفطور ديالي صايبت الزميطه عطاتها لي الوالده مسكينه. ان شاء الله دابا غادي نفطر وغادي نقدر نكمل الطريق ديالي، وانا نوريكم لاطونط من برا. شوفوا البلاصه فين بايت، وسط السيما والرمله. السلام عليكم. احسن حاجه في هذا الصباح هو الجو زوين بزاف. يعني ماشي هذيك الحراره وماشي هذيك البروده، جو بين وبين، زوين لطيف. وتا الطريق صراحه مزيانه، عاوناتني. ما كاينش طلاعي بزاف، دزت على شي طلاعي، ولكن الطريق عموما مزيانه. يمكن ملي نقرب لبني ملال ان شاء الله تما كيوليو طلاعي بزاف. المهم لحد الساعه كلشي بخير. شويه ديال الجوع، انا كنحاول نسرق شويه الطريق، دائما انا كنسرق الطريق، نسرق شويه الطريق ونوصل شي بلاصه نقدر نجلس فيها تما نصايب الماكله ديالي. ندس على واحد المدرسه بان لي شي وليدات وانا نتفكر ولادي يلا البارح فارقتهم تفكرتهم توحشتهم. ايوا صافي بقاو كيشوفوا كيقولوا واش انت مصور، بغاو يتصوروا معايا، ولكن خرجوا الاساتذه ديالهم ما بغاوش. صافي احترمت، حيت هما عندهم المسؤوليه ديالهم، خليتهم. قلت لهم هادو تا هما راه بحال ولادي. المهم مزيان هكا الواحد يكون حريص على شي حوايج، مزيان. اوكي وقفت هنا تحت الشجره هذه مبرده مظله، نصايب الفطور الثاني. المهم الشوفان دغيا كيوجد باش نقدر ناكل هكا بالزربه ونكمل الطريق ديالي، باش ان شاء الله اليوم نبات في بني ملال هكا نكون ربحت الوقت بزاف. حيت الا بغيت نوجد شي حاجه اخرى تاخذ لي الوقت. هكا مزيان، شوفان ساهل ودغيا كيوجد وغنحتاجو بزاف. بلاصه كالم زوينه، واخا جات حدا الطريق ولكن قليل فاش كدوز شي طوموبيل. المهم ترونكيل معلم. انا غنصايب الفطور وندوقكم، يلا ما تقلقوش علينا. هذا هو الشوفان اللي صايبت. كنزيد معاه شويه ديال التمر وشويه ديال اللوز باش نبدل المذاق ديالو. باش كنطيبو كندير معاه الماء، حيت دابا الحليب ما نكذبش عليكم الصراحه، حليب غنسمي لا جوده ولا سونطرال ولا سليم ولا داكشي كامل صراحه ما كنرتاحش ليه. والحليب العادي ما راك عارف غديروه هكا في الحراره ولا. المهم يقدر يخسر، وكيبقى الماء حتى هو مزيان، كيجي معاه الشوفان مزيان.
شكرا صاحبي. عرفتي شنو، حيت دابا جبتيها وحيت تعذب شي غادي تاخذها، فيها التمر واللوز. يلا بصحتكم. يلا انا نصور راسي. صور راسك، صورنا معاك، صور كلشي. فاش كندور في وسط المدينه كنقلب على شي واحد يكون عنده الخبز زوين، صراحه ما شي حاجه ما عمرت لي العين كما كيقولوا. دايز وبانت لي واحد السيده هنايا، سولتها واش عندك الخبز، قالت لي الخبز تقاضى، ولكن الا بغيتي تصور غنعطيك الخبز ديال الدار انا اللي عاجناه 5 دقائق. قلت والله ما نصبر 5 دقائق وناخذ الخبيزه ديال الدار. انا لقيت دابا الخبز سخون، والصدفه الزوينه ان مولات المحل، مولات هذا الحانوت هذا من الناس اللي كيديروا تما البشكليطه وكيديروا. قالت لي راه غتلقى واحد الطلعه في الطريق قصبه تادله، ياك ديالنا قصبه تادله. من تشرفت ملي تفوت تشرفت تقرب للبجعد غتلقى واحد الطلعه. قالت لي خفاف، قالت لي راه انا كندير البشكليطه. المهم ملي ثاني تخرج من بجعد وتبغي تدخل لتادله غادي تلقى ثاني طلعه اخرى. الله يحفظك، تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف، شكرا لك بزاف. الله يحفظك، يسهل بارك الله عليك. فيك. امين امين. سابقوا زعما تسبقني، زعما تسبقني. والله علم انا ورنا القليه. شك ما عمر القليه تما. مرحبا. ولا غادي بها للدراري؟ وغادي بها الوليدات ولكن لا بغيتي مرحبا. لا الله يحفظك، الا غادي بها للدراري بصحتهم. الله يحفظك. دابا انا في الخرجه ديال مدينه واتزم، بعدا في وسط المدينه محفر 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 محفر. نقدر نقول لك البلاصه الوحيده اللي شفتها بهذا الشكل بالحفاري لحد الساعه، بين كل حفره وحفره حفره. ادفع عمي. انا سندرج. الا بغيتي توصل سير بالنهل. شويه زعما. اي بشويه، لا بغيتي توصل سير بالنهل. تبارك الله عليك ابا. الله يعاونك. الله يحفظك. الله يحفظك وحمد شباب. هذه الكلمه اللي قال لي هذا الشريف هذا نقدر نعتبرها هي حكمه اليوم. قال لي الا بغيتي توصل سير بالمهل، زعما داكشي باغي توصل خاصك تمشي بشويه، ولا فكرتي فيها مزيان كتلقى كلمه عميقه، زعما ماشي في الطريق ولا بشكليطه، لا امور كلها في الحياه. بغيتي توصل بشويه عليك، دقه 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 دقه. ومرحبا بكم في مدينتكم، مدينه بجعد. هي صراحه سميتها ابو الجعد ولكن كيديروا لها الادغام، راك عارف الادغام بجعد. المهم غادي نمروا عليها مرور الكرام، حيت كما قلت لك باقا تقريبا 60 كيلومتر، فما خاصناش ندخلوا معطلين بزاف. كاين هنا شي كهف ولكن ما عندناش بزاف الوقت في دودان. واخا. السلام عليكم، كيف الحال؟ كاين فرق كبير 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 بزاف بين الطريق كامله اللي دزت منها حتى لدابا وهاد البلاصه هادي. كما كتشوف معايا الطريق محجره بزاف، فيما كتدور راسك هكا على اليمين على اليسار ديالك كيتبان لك الحجر ثم الحجر، بحال الاشكال ديال الصيف. ما عرفتش انايا، وانا صراحه اول مره غنجي لهاد البلاصه ديال بجعد، وهكذا تقريبا كنت كنتخيلها. ما عرفتش انا واش ما قيصاهاش الشتا اولا كاين شي عامل اخر، شي سبب اخر اللي خلاها تكون بحال هكذا. بتشرب؟ بارك عليك. الله يرحمه. يلا بالصحة. مرحبا بكم في مدينتكم، مدينة قصبة تادلة. مفارقة عجيبة. قبل ما ندخلها في الدخلة ديالها تحرق ديال بصح الشمس، بحال عندهم الشمس ديالهم بوحدهم. كيف دخلت كنحس واحد الجو اخر، بردة بحال فيها شي كليمة خدامة. المهم نمر. دابا 7 ديال العشية، بقات 6 كيلومتر تقريبا، 6 كيلومتر باش ندخل لمدينة بني ملال. هاد المدينة اللي تمتعنا صراحة في هاد اليومين بالطريق والخضورة. صراحة اختاريت الوقت المناسب باش نخرج. المهم بني ملال كما كتعرفوا انها جات في الوسط الغربي للمملكة المغربية بين جبال اطلس وتادلة. اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد المدينة هذه كتميز بواحد الخاصية على سائر المدن المغرب كاملين، وهي ان المباني اللي فيها جات مبنية فوق الكهوفة.
كهوفه كهوفه. هاد الكهوفه اللي كانوا حيت على حسب ما كيقولوا بزاف ديال المؤرخين، المهم انا ماشي من اهل الاختصاص، ولكن هذه فائده بغيت نبارطاجيها معكم. كما كيقولوا اهل الاختصاص من المؤرخين ان هاد الكهوفه كانوا كيسكنوا فيها واحد الناس، حيت هي واخا المباني ديالها جديده ولكن كتعتبر من اقدم البلايص اللي تسكنوا في شمال افريقيا. المهم كانوا ساكنين فيها واحد الناس، وكانت بينهم وبين الناس اللي كانوا في الجبل الحروب، فكانوا باش يتخباو من هذوك العدو اللي في الجبال كانوا كيسكنوا في الكهوفه. مرحبا بكم في مدينتكم، مدينه بني ملال. من بعد ما قطعت 250 كيلومتر غنكون وصلنا الحمد لله على السلامه. دابا الاذان ديال المغرب كما كتسمع معايا، شحال زوينه الديكالا بعدا كتوصلنا لبلايص زوينين. المهم كما كتشوف معايا الدنيا هنا عامره بزاف، ولكن الحمد لله اننا وصلنا بخير. دابا ان شاء الله غادي نتلاقاو مع الصديق، وغدا ان شاء الله غادي نبداو الرحله من جديد، وشكرا لكم.